طبعا احنا في وضع صعب جدا. الله يكون في عون جمهور نادي الزمالك. امبارح نتيجة لا منطقية وغير طبيعية بعد فوز كبير على الترجي. من المفترض ان انت كنت في عنق زجاجة، بتلعب فريق كبير زي فريق الترجي، لا بديل امامك الا الفوز. والترجي طوال 14 ماتش ما اتغلبش ولا مباراة، وجاي كله ثقة وعنده 9 نقاط، الضغوط عليه اقل بكتير. ورغم كده الزمالك بيستطيع انه يفوز بنتيجة تقيلة على الترجي، هي نتيجة 3-1. كان من المتوقع امبارح ان نفسيا اللعيبة تكون افضل من قبل كده. كسبانين الترجي، عندهم مباراة مصيرية امام شباب بلوزداد يوم الجمعة. الضغوط في الدوري مش زي الضغوط في افريقيا، الضغوط في افريقيا اعلى، الضغوط في الدوري مش زي ضغوط افريقيا. من المفترض ان احنا كنا نقدم مباراة افضل من كده بكتير. مستر فيريرا لعب بنفس التشكيل اللي لعب بيه مباراة طبعا الترجي، مفيش ولا تغيير، نفس التشكيل. فجأة بنلاقي أداء سيء، رغم ان الزمالك لعب امام الترجي في برج العرب في الاستاد القاهرة. اللعب اسرع، الارض اسرع، الاجواء اسهل، والضغوط اقل. امبي فريق بيسعى من اجل الهروب من مؤخرة الدوري والبقاء في الدوري. نتائجه سيئة للغاية، اتغلب اكتر من مباراة في الفترة الاخيرة، وفجأة الزمالك بيعطي 3 نقاط لامبي. ويا ريت تكون مثلا في نوع من التوفيق لامبي مثلا امام مثلا طوفان من الهجوم من نادي الزمالك ومن لعيبه الزمالك. لكن الزمالك امبارح لم يقدم اي يعني اداء نستطيع ان احنا نثني عليه مثلا ونقول ان التوفيق غاب. اول كورنر للزمالك كان في الدقيقه 56 في الشوط الثاني، مفيش هجمات خطيره لنادي الزمالك. لكن رغم كل الكلام اللي انا بقوله ده والكلام الكبير ده، يبقى التحكيم علامة استفهام هذا العام. كل الكلام اللي انا بقوله ده والاداء السيء واللعيبه اللي خارج نطاق الخدمه ومستر فيريرا والكابتن اسامه نبيه والجهاز الفني وكل الكلام اللي احنا ممكن نقوله وننتقد، لكن في النهايه مغلوب 1-0. كان ممكن ترجع بضربه جزاء 100% سليمه. وللاسف التحكيم هذا العام بيلعب دور صعب جدا. النهارده بشوف ضربه جزاء 100% للبنك الاهلي على بيراميدز، الحكم بيرجع ما بيحسبش اي حاجه. الفار ضربه جزاء 100%، مفيش عليها خلاف يعني. لكن للاسف التحكيم بقى غريب وعجيب. عشان كده يمكن قررت ان هذا الاسبوع مع الكابتن ياسر عبد الرؤوف هنلقي الضوء على حالات كتيره جدا حصلت في الدوري العام هذا العام مع الكابتن ياسر عبد الرؤوف باذن الله يوم الاربعاء اللي جاي باذن 1 أحد. رغم كده كان ممكن نتعادل بضربه جزاء وينتهي الشوط الاولاني 1-1 وشكل الاداء يتغير.